السلام عليكم وهلو هلو مساء الجمال على أحلى أميرات، جمعة مباركة يا رب كل أيامكم بركة وسعادة وهنا وراحة بال اللهم آمين. وحشتوني طبعًا أوي، أوي. النهارده إحنا مع بعض فيديو جديد زي ما اتعودنا، والنهارده كمان معانا ميكس حلو أوي ما بين سيدة بتحب المشتريات الجديدة والحاجات العصرية وإزاي بتوظفها في بيتها، والسيدة التانية اللي بتحب إعادة التدوير وتحول برضه الكراكيب لقطعة فنية حلوة جدًا، جدًا. يا رب الميكس النهارده يعجبكم وتلاقوا فيه أفكار مفيدة ليكم ولبيتكم إن شاء الله. بس خلوني في بداية الفيديو أرحب بتعليقاتكم وبجهودكم الدايم اللي على راسي من فوق. حبيبتي الجميلة أحلى فيفي، أغرب تعليق الصراحة بس بشكرك جدا على كلامك الحلو. أحلى سولي وحشتيني قد الدنيا كلها، بحبك قوي قوي انتي وجوجو، بجد وجودكم على راسي من فوق. وكمان أحلى شيماء، يا رب تكوني بخير، كنت غايبة عني بقالك فترة. حشتيني بجد قوي، يا رب كلكم تكونوا في أفضل حال. ودايمًا وجودكم بجد بيسعدني، فباشكركم جدًا، جدًا على كل كلامكم الحلو. النهارده كمان هاستنى بقى لايكاتكم الحلوة، تعليقاتكم الجميلة اللي دايمًا بتسعدوني بيها، وأكيد اشتراكِك في القناة لو عجبِك الفيديو، ما تنسيش بقى السبسكرايب، واكتبي لي كمان comment عشان أرحب بيكِ إن شاء الله في الفيديو الجاي. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو بأول سيدة اللي دايمًا بتحب كده المشتريات، هتلاقوا في مشتريات عملية أوي ليها، زي ما بدأت إن هي تجدد الcorner بتاعها ده. شُفتوا الوردات اللي هي ركبتها في الحيطة؟ كان شكلها حلو، يعني حبِّت إن هي تعمل شكل حلو في المنطقة اللي هي داخلة جوّه كده في الحيطة دي، فتحط فيها ديكور. فجابت الوردات دي وبتتركب بمسامير، يعني مسامير بتبقى في الحيطة وبتلف الوردات دي عليها، فديكور مختلف وكان شكله النهائي حلو أوي. منظمات بقى ومشتريات لحاجات كتير. شوفوا الفرق قبل وبعد وانتوا نفسكم هتقدروا تحكموا إذا كانت الحاجات دي فعلا عملية ومفيدة نشتري احنا كمان زيها ونوفر مساحات ونوفر مجهود ولا لأ. زي ما انتوا شايفين حاجات بتبقى شكلها حلو قوي، زي ما بتستخدمي تنظيمات مثلا على الكونتر عندك أو على الترابيزات، أو لو منظمات بتستخدميها في الأدراج والظرف بتوفر معاكي كمان مساحات حلوة. مشتريات بقى يعني الواحد دايمًا بيدوّر على الحاجة الجديدة، يعني إحنا برضه مش بنشجّع إن إحنا طول الوقت نشتري على الفاضي ونشتري حاجات ما لهاش لازمة، بس فعلًا في حاجات بتبقى عملية أوي. وعايزاكم كده تكتبوا لي في الcomments النهارده ونشارك مع بعض في موضوع جديد، آخر حاجة كده جبتوها مؤخرًا وكانت فعلًا مفيدة جدًا ليكم، ادّونا review كده عنها عشان إحنا كمان نستفيد منكم، لو الحاجة دي نقدر إحنا كمان نجيبها وتسهِّل علينا. فقولوا لي آخر حاجة أنتم اشتريتوها في البيت عندكم، سواء ديكور، سواء تنظيم، قولوا لنا إيه رأيكم فيها، كانت إيجابية والّا سلبية عشان كلنا نستفيد من بعض. كمان برضه بعد ما خلّصت كده أدي أول جزء من المشتريات، تعالوا نشوف معاها الجزء التاني. اللذيذ بقى إن هي يعني زي ما باقول لكم هي هتلاقوا الحاجات اللي بتستخدمها عملية أوي، ده اللي إحنا دايمًا بنقول عليه، اشتروا الحاجات اللي فعلًا تكون مناسبة للبيت عندكم وأنتم فعلًا محتاجينها، عشان إحنا مش ناقصين كراكيب الصراحة، يعني بلاش نجيب حاجة وبرضه نركنها. حتى في لبسِك حتى، يعني حتى في الأكل حتى، يعني بلاش تجيبوا الحاجة اللي بتترمى، جيبوا الحاجة اللي أنتم بتاكلوها. اللبس هاتي الحاجة اللي تلبسيها، بلاش إن إحنا نمشي ورا الترندات والألوان الموضة والحاجات دي ونجيب حاجة ما تتلبس. البسوا كل حاجة بتكون مريحة ليكم، مشترياتكم كمان تكون مريحة ليكم، لإن أنتم في الأول وفي الآخر اللي هتكونوا مستفيدين من كل الحاجات اللي إحنا بنشوفها واللي إحنا نقدر نجيبها إن شاء الله. كمان برضه هنا منظماتها للتلاجة، برضه منظمات التلاجة على فكرة مهمة أوي، يعني حتى لو العلب بتاعة التلاجة علب الحفظ دي، حاولوا إن أنتم تحطوا فيها الخضار، الفواكه بتاعتكم، مع الجبن مثلًا أو اللحوم أو الحاجات دي كلها، حاولوا خلّوا برضه التلاجة بتاعتكم تكون منظمة على قد ما تقدروا، علشان أولًا صحتكم وسلامتكم. تعالوا بقى ندخل على السيدة التانية والجزء المحبب لقلبي، وعارفة إن في أميرات كتيرة أوي منكم بتحب إعادة التدوير وما شاء الله عليها بتقدر تعمل أفكار حلوة أوي. شوفوا أول فكرة معاها عجبتني، في اللي هي الفازات الtrend اللي هي المضلعة دي، حاجات الكونكريت والكلام ده كله. شوفوا هي عملتها من ممكن شراب قديم أو قماشة قديمة عندها نفس الشكل، وبدأت إن هي تغلف بيها الأزايز بتاعة الشامبوهات. كان شكلها حلو جدًا مع إضافة بعض التفاصيل والخيوط والورد عليها، كان شكلها بجد رائع. ولو هي خفيفة طبعًا عشان هي بلاستيك ممكن تحطّوا حاجة جواها، يعني ممكن طوبة حتى أو زلطة صغيرة ممكن تحطّوها جواها عشان تبقى تقيلة معاكم. كمان الفكرة التانية بتاعة الكان، شُفنا العلبة اللي فاتت اللي حوّلتها بوت بتاع الزرع، وكمان الفكرة دي من العلب بتاعة التونة، بدأت برضه إن هي تثبّتهم مع بعض بالsticks الخشب.
برضه دي موجودة في كل بيت، وشوفوا بدأت إن هي تحطّهم ممكن تنظّمي فيها حاجات كتير، ممكن توَّك الأطفال الصغيّرة، تحطّي فيها الsticks بتاع الأذن، ممكن تحطّي فيها زي ما هي عاملة قطع صغيّرة من الخرز أو الحاجات دي يعني، هتلاقي نفسِك بتنظّمي أفكار كتيرة أوي منها. أفكارها كمان برضه في تنظيم الaccessories من الحاجات الصعبة أوي، دايمًا بندوّر إزاي إن إحنا ننظّمها، هتلاقوا كام فكرة لذيذة أوي في الفيديو. أول فكرة أي علبة عندها كرتون بدأت إن هي تغلّفها، وجابت قطع من القماش بدأت إن هي تلفّها زي رول كده، وتحط القطع دي جنب بعض، بحيث إن هي تغطي كل المساحة بتاعة العلبة، وبتنظّم فيها بقى ممكن الخواتم، ممكن الحلق، القطع الصغيرة دي تبقى فكرتها حلوة. والفكرة التانية هي عملتها نفس الموضوع بالضبط، بس يعني حبِّت إن هي تعملها تكون متينة أكتر، وتكون يعني بدل قطع القماش دي تكون حاجة تكون شكلها أحسن، فبدأت إن هي تجيب علبة أكبر وتكون متينة أكتر، وبدأت تجيب قطع اللي هي الكرتون اللي هي على شكل اسطوانة دي، وبدأت كمان إن هي تغلّفها بحيث إن هي تكون جامدة أكتر عن القماش اللي عملته في الفكرة اللي فاتت، فأنتم تقدروا تعملوا بكل حاجة متاحة عندكم، وبدأت إن هي تعملهم بالشكل ده، وبرضه هتستخدمها في تنظيم الخواتم بتاعتها أو زي ما باقول لكم ممكن الحلقان برضه تعملوها، تبقى شكلها لذيذ أوي، ونفس فكرة المنظمات اللي إحنا بنشوفها في أفكار كتيرة أوي، وسعرها ممكن يكون غالي، إحنا عملناها من حاجات بدل ما نرميها. الفكرة اللي بعد كده كمان في تنظيم الaccessories بتاعتكم زي الحلقان، فكرة الsticks دي برضه تقدروا تجيبوها من الصيدلية اللي هو بتاع خافض اللسان ده، سعرها مش غالي والعلبة فيها تقريبًا 100 قطعة، يعني تقدري تعملي بيها أشكال كتيرة أوي، وبدأت إن هي تعمل stand زي ده تحط عليها السلسلة أو تحط عليها الحلق بتاعها، برضه فكرة حلوة ولو كانت ديكور كمان على المراية أو السراحة هتبقى شكلها لذيذ. خلّونا وإحنا بنكمّل بقية الفيديو نشوف فكرة تنظيم الaccessories كمان. تحيّاتي الخاصة النهارده لأحلى رورو، أحلى رشيدة حبيبتي الجميلة، مُقيمة في فرنسا، أعتقد إن أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ مغربية صح؟ يا رب تكوني بأفضل حال دايمًا منوّراني كل يوم بتعليقِك الجميل، يا رب دايمًا كده يبارك في حياتِك وفي صحتِك وأشوفِك دايمًا وأنتِ في أفضل حال يا رب، باشكرِك على وجودِك الدايم، تحية خاصة ليكِ النهارده. كلّكم بجد على راسي من فوق، كلّكم أحلى اخوات في الدنيا، مش قادرة أقول لكم باحبكم قد إيه، فباشكركم على وجودكم معايا دايمًا، ويا رب دايمًا عند حُسن ظنكم. تعالوا نشوف كمان بقية أفكارها اللذيذة، الفكرة دي حلوة أوي، تنظيم كمان للخواتم، اللي عاجبني إن الحاجة في نفس الوقت شكلها حلو، يعني إحنا استخدمنا حاجات هنرميها بس حوّلناها لفكرة كمان ديكور شكلها مميز أوي، فدي كانت كمان لقطة لذيذة أوي من كل أفكارها الحلوة. هنا كمان برضه عاملة زي فكرة الصبار كده، بدأت حتى تضيف لها بعض الألوان وكمان الدبابيس بتاعتها، بس الدبابيس دي هتستخدمها إن هي دي الهوكات اللي هتعلّق عليها السلاسل، فزي ما باقول لكم شكلها لذيذ أوي كديكور موجود عندكم في الغرفة، في نفس الوقت إحنا تخطينا فكرة الإزعاج بتاع تنظيم الإكسسوارات، فكانت برضه أفكار لذيذة جدًا منها. تعالوا نكمل معاها بقية الأفكار، وأفكار كمان برضه تنفع لديكورات بسيطة أوي، زي فكرة الصور الحلوة جدًا اللي تقدروا تعملوها حتى في غرف الأطفال زي ما أنتم شايفين كده اللي بدأت تعمله لمراحل العمر، هتبقى شكلها برضه لذيذ، وفكرة برضه سهلة أوي. فكرة كمان الكرتون اللي بيبقى جوه الرول بتاع المناديل، تقدروا برضه إن أنتم تثبّتوهم مع بعض بكذا طريقة وتعملوهم منظم، يعني أدي أول فكرة، وهتلاقوا في فكرة تانية كمان في الفيديو اللي هي بدأت تثبّت القطع كلّها مع بعض، وفي الآخر هي بتثبّتهم على قطعة من الكرتون بحيث يبقوا ماسكين كلّهم كويس، وفي الآخر عملتهم بالspray ونظّمت فيهم أدوات الmakeup، ممكن كمان الأقلام بتاعة المكتب بنبقى محتارين ننظّمها إزاي، فكرة زي دي برضه حلوة أوي. فكرة كمان تابلوه حلو تقدروا تحطّوا فيه الصور اللي بدأت إن هي تعمل اللي هو الframe ده وتثبّت عليه من الزراير، وفي الآخر عملته كلّه بspray عشان لو الزراير طبعًا ألوانها مختلفة يبقى كلّها شكلها واحد، وبدأت إن هي تعمله تابلوه تحط فيه صورة أو تحط فيه عبارات أو كده، هتبقى شكلها حلو أوي ومختلفة، وكمان ممكن من حاجات إحنا مش بنستخدمها كتير تقدر إن هي تحوّلها لفكرة زي دي، فكل فكرة أحلى من التانية سواء أفكارها في التنظيم أو كمان أفكارها في الديكورات، كل فكرة بجد بنقدر إن إحنا نستغلها بعيدًا عن دايمًا إن إحنا بنشوف أفكار ديكورات ممكن تكون غالية أوي أو منظمات تكون غالية أوي، إحنا ممكن نعملها بأشياء بسيطة جدًا، جدًا، جدًا بدل ما نرميها نحوّلها للأفكار الحلوة اللي إحنا بنشوفها دي مع بعض. شُفتوا فكرة كمان الشموع الحلوة دي من الbottles اللي بدأت إن هي تحط جواها من الورد وتحط الشموع فوقيها، شكلها حلو برضه وstand لشموع مميز جدًا، جدًا، بجد هتبقى أسعار الحاجات دي تبقى غالية أوي وشكلها creative يعني عملنا حاجة
مش تقليدية مش موجودة في السوق، نقدر إن إحنا نستفيد بيها كمان برضه حتى العلب اللي هي بتاعة النكهات بتاعة ماكينة القهوة حبِّت برضه إن هي تستغلها مش هترمي أي حاجة، وبدأت إن هي تثبِّتهم بالطريقة دي على دواير من البلاستيك، ممكن برضه إطارات بلاستيك بتاعة أي علبة هترميها تقدري إن أنتِ تستفيدي، وفي الآخر عملتها بالspray وبدأت تعمل لهم stand أو شمعدان حلو جدًا، كل دي أفكار بجد سهلة. النهارده الفيديو كان مليان من الأفكار الممتعة للسيدة الأولى ومشترياتها العصرية، والسيدة التانية اللي حوّلت كل الكراكيب بتاعتها لقطع ديكورية وقطع تنظيمية حلوة أوي، فهاستنى آرائكم في الفيديو. زي ما قُلنا كده السيدة الأولى هتقولوا أكتر حد أو أكتر حاجة أنتم جبتوها في الفترة اللي فاتت وكانت مفيدة جدًا ليكم، قولوا لنا كده في الcomment عشان إحنا كمان نستفيد منها، وكمان هتقولوا لنا في الcomments إيه رأيكم في إعادة التدوير النهارده، والأفكار اللي أنتم ممكن تعملوها كمان للتنظيمات والديكورات بتاعتكم، فإن شاء الله كده تكونوا استفدتوا بالأفكار النهارده، يا رب يهنيكم بحياتكم ويسعدكم وتقدروا تعملوا كل حاجة حلوة ليكم ولبيتكم. ده كده كان فيديو النهارده بكل الأفكار اللي فيه، باتمنى يكون عجبكم، هاستنى اللايك الحلو بتاعكم وتعليقاتكم المشجعة دايمًا يا أحلى أميرات، ونتقابل بكرة على خير، أفكار جديدة، سيدة جديدة، ناخد تريكات لبيتنا ونحاول دايمًا نخليه في أفضل صورة إن شاء الله، أشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.